أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم المراحل في حياتنا، المقابلة الشخصية. الخطوة اللي بتحدد أنت داخل الشغل ولا هتستنى تاني. ولو لسه جديد معانا، ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديو بننزله، لأن الفيديو ده تحديداً هيغير مستقبلك المهني. فعلا، لأن النهاردة مش مجرد كلام عام، دي خلاصة 6 أسرار مهمة لازم تطبقها في أي انترفيو علشان تبقى متميز وتسبق كل المنافسين. خليك معانا للنهاية لأن كل نقطة فيهم فعلا بتفرق. 1. لغة البداية، المصافحة الصح. أول حاجة، أول ما تدخل المقابلة، طريقة سلامك بتتكلم عنك قبل ما تفتح بقك. لازم تكون المصافحة ثابتة وواثقة، لا جامدة زيادة ولا ضعيفة. وخلي بالك مش كل الناس بتحب تسلم، فسيب الطرف التاني هو اللي يبدأ. المهم إن سلامك يبقى هادي وإيدك ناشفة من غير عرق توتر. أول ثانية بتسيب انطباع، فخليها تحسب لك مش عليك. 2. بعد عن السلبية تماماً. تاني حاجة، بلاش أكررها تاني، بلاش تقول أي حاجة سلبية عن نفسك. المقابلة مش مكان تعترف فيه بذنبك، دي فرصة تبيع فيها أفضل نصحة منك. ناس كتير بتغلط وتبدأ تحكي عن مشاكلها أو إخفاقات قديمة. محدش محتاج يعرف ده. اتكلم عن مهاراتك، نجاحاتك، تجاربك اللي هتضيف للشركة، مش الحاجات اللي هتقلل منك. كلمتم باحترام، بنبرة هادية وابتسامة بسيطة. المهنية عمرها ما كانت اختيار. 5. أعرف مين اللي هيقابلك. لو الشركة قالت لك اسم الشخص اللي هيعمل معاك المقابلة، ده كنز. افتح لينكد إن وشوف الشخص ده مهتم بإيه، بيحب إيه، خلفيته إيه. ليه؟ عشان ممكن تستخدم نقطة مشتركة بسيطة في الكلام، حاجة تجمعكم. الناس بطبعها بترتاح للي بيشبهها أو بيشاركها الاهتمامات، والراحة بتكسبك نقاط من غير ما تحس. 6. العلاقات لسه بتفرق. آخر نصيحة ولو إنها قديمة بس لسه شغالة، لو تعرف حد جوه الشركة خليه يقول كلمة حلوة عنك. الكلمة دي أوقات بتخلي سيفيك يتحط فوق ويخلي الناس تستنى يشوفوك. مش لازم تكون واسطة، مجرد ترشيح من حد محترم جوه المكان بيخليهم ياخدوا بالك منهم أكتر. الخاتمة. كده نكون وصلنا لنهاية أهم 6 نصايح هيفرقوا في مستقبلك المهني. ركز عليهم كويس وادخل أي مقابلة وانت واثق إنك مجهز صح. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ولسه عندنا فيديوهات تانية هتفيدك أكتر في طريقك للشغل اللي بتحلم بيه.